وانا راجل فاتح بيزنس من سنه 2008. ولو جيت تعمل دعايه للبيزنس بتاعك اهو بيتاجر بالدين. وفي حد قال والله في كومنت، والله انا كنت قاعد، انت خيالك يا ابن مريض يا حبيبي، انت محتاج تروح دكتور. قال لك انت يعني عملت كل ده عشان تجمع كل الناس دي، ايوه، وتبدا تعمل اعلانات للبيزنس بتاعك. قعدت 10 سنين. ده انت يا اخي في التخطيط تالي نفس الكلام بالمناسبه. الامر انت بتقول ايه، فاهم؟ وحد يقول لك هو انت كل شويه بتطلع اسمه ايه ده كورس جديد؟ ايوه الكورسات المدفوعه. هو انت ازاي بتطلع كورس جديد كل شويه؟ يا ابني انا ما بطلعش حاجه حبيبي. انا قد افاجئك باني ما ببقاش عارف ميعاد الكورس امتى، ولا هياخدوه فين، ولا لان ده مش شغلي. انا كرئيس مجلس اداره مش شغلي. لما اول مره برضو عملنا الكورس المدفوع، ايوه قعدت 10 سنين بجمع من 9 مليون سبسكرايبر تبع لهم. والله يا ابني لو انا بالذكاء والتخطيط ده انا شكرا يا تاجر اليوتيوب. فانا شكرا سبحان الله العظيم. يعني تظن في بعض الاحيان انه لا يا جماعه نحب الخير لبعض. يعني في سطحيه في التفكير وسطحيه في النقد ممكن، يعني للاسف شديد. لا اله الا الله. وعلى فكره وبترجع انت شخصيا او هو شخصيا هيعود عليه ده بالسلب. بمعنى لو كل صاحب رساله طلب الرزق فابتديت تحاربه عشان ما يطلبش الرزق، اصحاب الرساله هينفضوا من حول الرساله اللي طلب الرزق. وعلى فكره هي دي الدنيا، عشان بس نبقى واضحين. يعني قليل من الناس اللي هيعرف يعيش انه مش لاقي ياكل هو ومراته وبتاع عشان عنده رساله. قليل من الناس جدا. لكن اصحاب الرساله ده انت المفروض تتبسط ان ربنا بيفتح عليه. ليه؟ لانه كلما فتح عليه كلما، يعني انا امير حلمه ايه؟ ان اوصل لمرحله الدخل السلبي زي ما بيقولوا كده، اللي هو انا ماليش دعوه بحاجه خالص. باسيف انكم المكنه دايره وخلاص. المكنه دايره وانا قاعد مركز في الدعوه بقى. انا كتبت كتاب واحد، عندي فكره تيجي 10 كتب، بس ما عنديش وقت. اللي متابعني على اليوتيوب مش متابعني على المنصات هيشوف قد ايه انا مقصر. مش قادر اعمل على اليوتيوب كتير، لان اليوتيوب محتاج مني اقعد واحضر واصور ومنتج وبتاع. لكن الانستجرام الريلز دي بتبقى اللي هو ايه او هعرف انزلها، فانت ما بتحسش ان غايب عنك. لكن متابعني يوتيوب بس هيبقى حاسس ان غايب عني. انا ما بشوفكش في يوتيوب تقريبا يعني. ليه؟ انا ممكن انزل في السنه كلها على اليوتيوب 7-8 فيديوهات في السنه، قليل جدا. وهو قليل جدا. بس ليه؟ لانه منشغل. انا راجل عندي شغل، انا مش فاضي. فسبحان الله العظيم المفروض البني ادم السوي يدعو لاصحاب الرساله بالرزق، عشان انت كصاحب رساله تتفرغ لرسالتك. وكلما زاد اصحاب الرساله كلما انصلح المجتمع.